زيزو والزمالك ومباراة طلائع الجيش والزمالك. في اخبار كتير النهارده معايا حلوة. اتمنى ان هي تعجبكم النهارده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اعزائي، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا في صحة وراحة بال. ايه اللي حصل في ماتش الزمالك وطلائع الجيش في غرفة الفار والحكم طارق مجدي؟ دلوقتي الحكم حسب فاول على محمد حمدي بعد اصطدامه بالحارس. فبعد ما وقع في الأرض غرفة الفار قالت للحكم طارق مجدي: كمل، انت قرارك صح، كمل. فحسب فاول على محمد حمدي. طيب مبدئيا احنا مش هنخش في جدل في الموضوع ده. الحاجة الوحيدة اللي انتوا اكيد عارفينها واللي انا عارفها وكل الناس عارفينها ان الفار بيصحح الاخطاء بس في حاجات معينة. يعني مثلا لعيب وقع جوه منطقة الجزاء والحكم ما حسبش ضربة جزاء، فيندهله يقول له: لا، تعالى بص على الفار وهتلاقي فيه اصطدام، فدي ضربة جزاء. فالحكم يروح ويشوف. مثلا لعيب اصطدم بلعيب او وقعه والحكم اداله كارت اصفر، يقول له: لا، تعالى راجع اللعبة، لا ده المفروض تبقى كارت احمر مش كارت اصفر. فهي دي الحالات مثلا اللي هو الفار بينده للحكم عشان خاطر يراجعها. طب ايه اللي حصل بقى في الفار؟ الفار قال له: كمل، انت قرارك صح، كمل. الحكم ساعتها حسب فاول على محمد حمدي ووقع، وان شاء الله يقوم بالسلامة ويرجع احسن من الاول ان شاء الله. سيبك بقى من كل ده. لجنة الحكام ايه رأيها في الموضوع ده؟ لجنة الحكام بعد ما قعدوا، اللي هم المنظمين للحكام، بعد ما قعدوا مع بعض قالوا ان قرار طارق مجدي برضو اكدوا على القرار وقالوا له: انت قرارك صح، قرارك صح عشان خاطر حارس المرمى طلع وباصص لفوق ومسك الكرة، وبعد ما مسك الكرة اصطدم باللاعب. يعني هو خلاص مسك الكرة وهو فوق وباصص لفوق، بعد ما مسك الكرة اصطدم باللاعب. فانت قرارك صح. اللي انت عملته غلط في التحكيم في الحتة دي ان انت حسبت الفاول. يعني هو ده غلط طارق مجدي من رأي وجهة نظر لجنة الحكام، اللي انت حسبت فاول. انا شايف من وجهة نظري، من وجهة نظر انا، ان الكرة فاول على الحارس المرمى ودي ضربة جزاء. دي وجهة نظري، صح او غلط انا دي وجهة نظري، وجهة نظر ناس كتير، والحكام طلعت اتكلمت في الموضوع ده وكل المحللين طلعوا اتكلموا في الموضوع ده. فلجنة الحكام قالت لطارق مجدي: الغلط عليك ان انت حسبت فاول، انت كنت المفروض تكمل اللعب. انا مش فاهم قالوا كده ازاي. عموما هو ده اللي حصل بين غرفة الفار وطارق مجدي الحكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش. ربنا يشفي الكابتن محمد حمدي ويرجع احسن من الاول، يقوم بالسلامة ان شاء الله. سيبك بقى من الموضوع ده، في موضوع تاني مهم جدا. قبل كده انا طلعت في حلقة واتكلمت على موضوع زيزو وتمديد عقده وتجديد عقده مع الزمالك. زيزو مبدئيا لغاية وقتنا هذا زيزو زعلان ومتضايق من الزمالك ومن مجلس أعضاء نادي الزمالك ومن رئيس مجلس نادي الزمالك، من أي حد في الزمالك. إيه اللي حصل؟ هقول لحضرتك دلوقتي. في عهد جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اللي هو لسه ماشي، قبل هما كانوا عايزين يجددوا مع زيزو. فأعضاء نادي الزمالك قالوا لجوميز: إحنا عايزين نقصقص ريش زيزو، بمعنى أصح عايزين يعني نعجزه، إن هو نضغط عليه إن هو يجدد غصب عنه. الكلام ده كله حصل. فجوميز قال إيه؟ جوميز قال
في غرفة اللعيبة، لو اي فاول جه من ناحية الشمال عبد الله السعيد هو اللي يرفعه، من ناحية اليمين احمد فتوح هو اللي يرفعه. وفعلا ده اللي حصل، مع ان انا شايف من وجهة نظري ومن وجهة نظر الاهلاوية كلهم زيزو رفعاته في الجون. يعني الرفعة بتاعته زيزو في الجون على طول، اول لما الرفعة يعملها 80% 70% ده جون. غير طبعا فاولاته، حاجات كتير قوي زيزو بيعملها حلوة. وشايفين كلنا ان زيزو يعني ممكن يبقى من احسن اللعيبة في مصر حاليا. من احسن اللعيبة، مش احسن لعيب، لا، من احسن لعيبة في مصر حاليا. فزيزو طبعا متضايق من الحتة ديت. وغير كمان في موقف تاني حصل، كان في اعلان قريب برضو في عهد جوميز. كان في وقت ان اللي هو كان ساعتها تعاقد عبد الله السعيد. الاعلان ده يخص برضو نادي الزمالك، وكان في اساطير من نادي الزمالك، احمد الاحمر نجم كرة اليد نادي الزمالك، كان في شيكابالا. طلعوا في الاعلان ده عبد الله السعيد وقت ما كان لسه ماضي. طلعوا عبد الله السعيد وقت كان لسه ماضي، وما طلعوش زيزو في الاعلان. طبعا كل الحاجات دي مضايقات لزيزو. غير مجلس اعضاء نادي الزمالك بيبقى فيه مضايقات لزيزو ان هم يضغطوا عليه بينه وبين الجماهير ان زيزو ما جددش. زيزو مش راضي يقبل بالعرض عشان خاطر الجماهير تضغط عليه كمان. زيزو بيقول اشمعنى انا اللي بيتكلموا على عقدي وكده، مع ان في لعيبة تانية لسه ما خدتش مستحقاتها، وفي مديونيات وفي مشاكل تاني. اشمعنى انا الوحيد اللي هم بتخلوني في وش الجماهير؟ الكلام اللي انا بقوله ده كلام حقيقي وتقدروا تتأكدوا منه. فهم مصدرين الأزمة بين زيزو وبين الجماهير. مصدرين الأزمة بين زيزو وبين الجماهير حاليا. فزيزو متضايق من الحوار. زيزو موافق، زيزو عايز يكمل في نادي الزمالك، زيزو عايز يبقى أسطورة في نادي الزمالك، زيزو عايز يبقى عضو في نادي الزمالك، عايز يبقى رئيس نادي الزمالك، عايز يعمل حاجات كتير حلوة، يبقى إداري، يعمل حاجات حلوة كتير في الزمالك. زيزو بيحب نادي الزمالك. بس اللي بيحصل ده، الوضع ده وحش قوي. خلاص احنا باقي كام يوم وشهر 12 يخلص، وأول شهر 1 زيزو من حقه يمضي لأي فريق. يعني انت كده في تخيلك زيزو من حقه يمضي لأي فريق. يعني ممكن تشوفه في الأهلي، ممكن تشوفه ممكن تشوفه في الإسماعيلي، تشوفه في بيراميدز، تشوفه في أي فريق، تشوفه محترف بره. طبعا العروض اللي معروضة على زيزو لغاية وقتنا هذا، في عروض كتير، وفي عروض ب4 مليون دولار. فخلاص يعني مفيش حد هيعرف يضغط على زيزو تاني، وزيزو من حق يمضي لأي فريق من أول شهر 1. فأنا طب هتقول لي هيمضي ازاي؟ في فلوس في نادي الزمالك؟ لا، مفيش فلوس نادي الزمالك. اتحاد الكرة عايز فلوس من نادي الزمالك ومديونيات، بس مفيش فلوس في نادي الزمالك. طب ايه اللي هيحصل؟ في تخبطات كتير في نادي الزمالك ومجلس الإدارة. وانا من وجهة نظري انا بصراحة قلعة نادي الزمالك كبيرة، وما احبش اشوفها في الوضع ده. مفيش غير في مصر اهلي وزمالك. من غير الفريق ده الكرة ملهاش طعم. من غير الفريق ده اللي هو الكرة ملهاش طعم. الفرقتين لازم يبقوا مع بعض. الاهلي والزمالك دول من اكبر القلاع الرياضية هنقول في الوطن العربي، في افريقيا. فأتمنى الوضع يبقى أحسن من كده. بصراحة واحد من الناس زيزو ده يروح أي فرقة، أنا بتمنى يجي الأهلي. بس بصراحة يعني الوضع بين زيزو وبين جماهير نادي الزمالك ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء وكل حاجة، الوضع مش أحسن حاجة. إن شاء الله الوضع ده يخلص على خير بإذن الله، ونادي الزمالك يرجع أحسن من أول، ويقدر ينافس على الكونفدرالية وعلى الدوري والكاس، ويبقى جنب الأهلي، وهما الاتنين ان شاء الله ينافسوا على افريقيا كلها وخلاص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اتمنى ان هو يكون عاجبكم. اللي مش مشترك في القناة يقدر يشترك،
محتاج دعمكم الفترة اللي جاية. هجيب لكم اخبار الدوري المصري كله، اخبار مصر كلها في اي كرة عامة. اشوفكم في فيديو جديد. تصبحوا على خير.